السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة نصلي على محمد عليه الصلاة والسلام. وبشكر كل الناس اللي دخلت لي كلمتني كلمة حلوة، وبشكر كل الناس اللي رفعت لي منتدى. بشكركم وفوق راسي كلكم، عشان ما انساش حد، مش عايز احدد حد بالظبط، ولكن كل الناس اللي عملت معايا منتدى او بعتت لي كومنت جميل، انتوا فوق راسي كلكم وربنا يسعدكم جميعا. النهارده باذن الله من غير شر هنتكلم على موضوع المفروض ان هو خلصان من فتره، ولكن هو خلصان على الورق، ولكن مش خلصان على السوشيال ميديا، وهو طلاق مدام هناء مغتربه في فرنسا والاستاذ رضا. انفصال يعني جه في وقت الحقيقه يعني على غفله كده بدون ترتيبات، والحقيقه الناس كلها زعلانه وغضبانه، وفي بعض الناس يعني تقدروا تقولوا قعدت ايام ويعني اسابيع من غير اكل ولا شرب، يعني عشان خاطر الموقف اللي حصل ده، لانه موقف ما بين اتنين بصراحة الحقيقة كانوا من نجوم السوشيال ميديا، مدام مغتربة في فرنسا والاستاذ رضا. طبعا مدام مغتربة في فرنسا الحقيقة سنت من الدرجة الاولى، صاحبة واجب وصاحبة نبوءة وصاحبة كرامات. الحقيقة الدعوة منها بتودي في داهية، والنبوءة منها بتتنفس في نفس الوقت. والحقيقة مدام مغتربة في فرنسا من الناس اللي في ناس كتير عايشة فاتحة بيوتها على حسها، لأن اسمها بصراحة بيجيب ريتش للقنوات، واسمها بركة. فالحقيقة نحمد ربنا ونبوس ايدينا وش وظهر. نكمل بقى موضوعنا بتاع موضوع الطلاق بتاع الأستاذ رضا ومدام هناء. هنشوف حتة صغيرة كده ونكمل بقية الفيديو. قاعد حبيبي طبعا بيشرب. زي ما شفنا كده، دي كانت الفيديوهات اللي تقريبا بتتصدر لنا وبنشوفها، اللي هي كانت في عدم وجود مسيو جانو. يعني كان لما مسيو جانو الله يرحمه موجود، كانت القناة بسم الله ما شاء الله ضربة نار، كانت مولعة في الدنيا. وبما ان الناس اللي بيجوا بقى يقولوا لك ايه ده، انتوا عايشين على مغتربة وكذا وبتاكلوا عيش من وراها، طب ما تراجع الست بتاعتك ولا الست بتاعتك وقولي لها فين حق الراجل الغلبان ده الله يرحمه. الراجل ده تقريبا كانوا مسمينه نجم اليوتيوب، هي اللي كانت بتقول. فالحقيقة من وجهة نظري ان الراجل ده كانت المدام بتاعتكم هي اللي بتاكل العيش على قفاه. عامة ده مش موضوعنا، ونتكلم ونرجع تاني. بس عايز اقول على حاجة، عايزين نكمل الفيديو لحد الاخر عشان في رسالة في اخر الفيديو للناس اللي هي بتقول وخلاص ومش فاهمة اي حاجة في اي حاجة وخلاص. الحقيقة احنا قعدنا فترة طويلة جدا جدا، وانا كنت من اول القنوات اللي بتكلم اقول يا جماعة انا شايف ان الموضوع اوفر قوي قوي قوي، رومانسية انا حاسس ان هي من اتجاه واحد، وشايف دلع من ناحية واحدة، وفي نفس الوقت انا برضو مش قادر اظلم حد. فانا عايزكم برضو معايا كده، رأيكم معايا ان في الاول وفي الاخر انتوا شايفين من وجهة نظركم كان في حد منهم اصلا عامل حسابه على انه فترة بيقضيها مع التاني ويخلع، او نقدر نقول هاخد منه الوقت اللي انا عايزاه او عايزه واخلع؟ فانا برضو عايز رأيكم في الكومنتات معانا. نيجي بقى للموضوع اللي هو بتاع موضوع الطلاق بتاع الحاج رضا ومدام هناء. الحقيقة انا عمال اسمع كلام اليومين دول فظيع. النهاردة ربنا لما جه شرع الطلاق قال ان هو عشان خاطر احنا خلاص ما بقاش في بينا وبين بعض عيش وملح، خلاص الموضوع ينتهي ونخلص على كده. ربنا اللي شرعه، زي ما شرع الجواز شرع الطلاق. الحقيقة الجمال والرقي والأدب والأصول إن من بعد ما يحصل خلاف إن إحنا كل واحد يروح لحاله، وكل واحد ينسى كل اللي عند التاني من كلام مش كويس، أو نقدر نقول كل اللي موجود عند التاني يعني يحط التاني في موقف حرج ما نقولوش.
فالحقيقه اللي انا شايفه دلوقتي منتهى يعني تقطيع في بعض بطريقه رهيبه. مدام هناء بتقول كلام فظيع على رضا، ورضا بيقول كلام على هناء بطريقه فظيعه. فالحقيقه انا مش عارف، هو ال4 سنين اللي كانوا بينكم وبين بعض دول 4 سنين في الهوا، ولا 4 سنين عشره وموده وحب؟ اولا لو الموضوع في الاول وفي الاخر بالطريقه دي، انا من وجهة نظري ان اللي كان بينكم وبين بعض مصالح. كنت كل واحد منكم قاعد مقضيها للتاني، بيكسب وقت وخلاص، وهي عيشة وخلاص. لان لو اللي بينكم وبين بعض كان حب زي اللي كان متصدر لنا، الحقيقة كان الموضوع يبقى مختلف تاني. غير كده كمان في الاول وفي الاخر مفيش حد في الدنيا يا جماعة، مفيش حد في الدنيا بيبقى النهاردة في الاول وفي الاخر بيبقى ملاك. لا الزوجة بتبقى ملاك ولا الزوج بيبقى ملاك. في الاول وفي الاخر احنا عشنا مع بعضنا وخلصنا اللي بيننا وبين بعضنا، يبقى كل واحد يروح لحاله، ولا اجيب سيرتك ولا تجيب سيرتي وخلاص، ولا عايرك ولا تعايرني. كل واحد طبعا من التاني عنده اللي مخبيه. ففي الحقيقة اللي بيحصل ده بصراحة حاجة مش كويسة خالص خالص خالص. طبعا انا عارف ان في حاجات تانية جانبية في المواضيع، ولكن انا بتكلم في موضوع الطلاق، ان المفروض الموضوع الطلاق كان خلص، انما نقعد نتكلم ونخوض في اعراض، هم يشتموا، هي تشتم، هي تقول، هو يقول، هو يطلع لايف، هي تطلع لايف، ده بصراحة كلام مش مقبول. الحقيقة طبعا انا عشان مش ملم بجميع التفاصيل كلها، اتمنى ان انتوا تقولوا لي، تعرفوني مين اللي في الاول في الاخر بدأ بالغدر، مين اللي في الاول في الاخر كان باين عليه انه هو هيغدر بالتاني، مين فعلا اللي غلطان، مين اللي فعلا افترى على التاني، مين اللي فعلا محروق عشان خاطر كان فيه النهارده يعني تقدروا تقولوا كان فيه غدر. انا مش فاهم الموضوع كويس، ولكن في الاول في الاخر اللي انا شفته وسمعته في الفيديوهين اللي سمعتهم حاجه فظيعه فظيعه فظيعه. لا يمكن الكلام ده يطلع ما بين اتنين كان بينهم وبين بعض عيش وملح يا جماعه، ما ينفعش. الطلاق لما ربنا شرعه طلعه عشان الموضوع يبقى منهي. المهم انا عايز اتكلم بقى في الجزء اللي كنت بتكلم فيه، اللي بقول الفكره الفيديو دي جت من ايه في دماغي. ان انا بقول ايه يا جماعه دلوقتي، ان الجماعه اللي بيجوا يقول لك ده احنا عايشين عشان خاطر نعمل كذا 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 كذا، انا من وجهه نظري هم اللي يبصوا للكلام ده، لان تقريبا ان هم اللي كانوا بيضحكوا عليكم في الفتره اللي فاتت. ما هو لما يكونوا هم بالطريقه دي يبقى هم اللي كانوا بيضحكوا عليكم، مش احنا اللي بنضحك عليكم او احنا اللي بنكسب. هم اللي كانوا بيكسبوا عليكم انتوا، هم اللي بيكسبوا منكم لما كانوا بيصدروا لكم حاجات ما هياش مظبوطه، وان هم في الاول وفي الاخر ما كانش فيه الحب ولا الرومانسيه ولا الكلام اللي هو طالع ده، يبقى هم اللي كانوا بيضحكوا عليكم مش احنا. انا قصدي في الاول وفي الاخر ان اللي انا شايفه ان الموضوع كان مصطنع. فالموضوع كان مصطنع، يبقى الناس دي المتابعين دي من حقهم ان هم في الاول وفي الاخر يبقوا لهم موقف. ايه الموقف؟ ان انتوا كنتوا بتضحكوا علينا، انتوا كنتوا مصدرين لنا حاجات هي مش موجوده، والموضوع كان باين. ولكن في الاول وفي الاخر اتمنى ان يعني في الكومنتات ان شاء الله باذن الله تعرفوني مين فيهم اللي كان مرتب للتاني، ومين اللي جاني على التاني، ومين اللي كان بادئ يعني بالغدر والكلام ده كله. وان شاء الله باذن الله في الفيديوهات اللي جايه نطرح حاجات تانية باذن الله. بشكركم على الدعم، وبشكركم على حسن الضيافه، واشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.